الناس كلها تجمع يا جدعان. الناس كلها تجمع يا جدعان بعد اذنكم. في ايه؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو انتوا هتحظروني؟ هتمنعوا صوتي ان انا اتكلم؟ انا هتكلم وهفضل اتكلم لان اللي بيحصل ده حرام. الناس كلها تجمع يا جدعان عشان الناس عايزه تحظرني والناس عايزه تمنع صوتي. الناس كلها تجمع. انا بقيت حاسس ان انا بقيت عايش ومش عايش. ايوه يا جدعان، انا جالي انا حاسس ان انا بقيت مجنون ومش واخد بالي. انا مش بهزر، انا حاسس ان انا خلاص اتجننت بس مش واخد بالي يا جماعه باللي بيحصل فيا. يا جماعه هو كل يوم انا كنت بس الناس كلها تجمع. هو كل يوم يا جدعان، هو كل يوم في مصيبه في نادي الزمالك، كل يوم في خازوق جديد. انا لسه ما فوتش من الخازوق الاولاني عشان افوق من الخازوق الجديد. الناس كلها تجمع يا جماعه بعد اذنكم. هو في ايه؟ هو مفيش غير نادي الزمالك؟ هو احنا ليه مش زي نادي الاهلي؟ ليه عنده ليه الاهلي اللي فيه استقرار وفي لعيبه وفي صفقات وفي فلوس وفي كل حاجه؟ عجز في نادي الزمالك 1.5 مليار. الفلوس راحت فين وجت منين؟ مين اللي خد الفلوس؟ ما اعرفش. طب انا مع مين؟ طب ضد مين؟ برضه مش عارف. يا جدعان هتوصلوا لحد ايه تاني؟ انا بتعرف انا عايز اتعالج بس مش عارف اتعالج من ايه. جات لي كل الامراض. اروح اقول للدكتور ايه؟ الزمالك بيخسر كسبه عشان اخف. والله يا جدعان انا مش بمثل ولا بقول اي كلام. انا يابا ليه الاهلاوي عمال يحفل عليا مش عايز يسيبني؟ كل يوم عمال يحفل، كل يوم. انا خلاص بقيت بشوف الاهلاوي جاي من هنا بقيت الف وشي واروح الناحيه التانيه يا جدعان. والله ما بهرج يا عم انت وهو. انا خلاص قربت تيشيرت الزمالك ما البسهوش. خلاص بقيت مكسوف. ايه يا جماعه؟ انا مش عارف الاقي الضرب منين ولا منين ومنين. وانت ما تعرفش دلوقتي الناس مع مين وضد مين. ناس بتهوهو هنا وناس بتهوهو هنا وانا بهوهو هنا وكلنا بنهوهو في حتت مختلفه. مش عارف طب مين الصح مين الغلط؟ انا مش فاهم ولا عارف يا جدعان. وقعدوا يقولوا النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم والنادي الاهلي بياخد بطولات ظلم. يا عم كسبني زيه بالتحكيم وظلم يا عم، انا موافق بس اكسب. انت تقعد تهوهو والدوله وخلاص. تحكيم ايه وظلم؟ عمرنا ما هنتقدم طول ما فكرنا كده. يا عم الاهلي منظومه منظمه كامله محافظه. ايوه يا عم منظومه ماشيه صح. احنا ماشيين غلط. احنا هنا وهنا وكل واحد ليه راي بعيد عن التاني. يا جدعان ما كفايه هوا ونونو. عايزين نحل مشكلتنا يا جدعان بجد. ايه يا عم انت وهو؟ ده حتى لعيبه يا جدع، اي لعيب يجي نادي الاهلي جديد ده اول لما يخش ياخد ميداليه. الاهلي خد بطوله، كل يوم في بطوله. اللعيب يقول له انا ما لعبتش. انت مش جيت الاهلي يبقى في بطوله النهارده. احنا ليه كده مش واصلين لاي حاجه؟ يا جدعان حسوا باللي انا بقوله والله العظيم. اللي انا بقوله ده حاجه مهمه لازم توصل لكل الناس. انا كمشجع زملكاوي خلاص تعبت، جات لي كل الامراض ومش عارف اعمل ايه. الاهلاوي عمال يحفل عليا 24 ساعه. خلوني احفل عليه مره. طيب ما ينفعش كده، ما ينفعش الريتم يبقى فوق خالص. كل يوم يحفل عليا كل يوم وانا مش قادر احفل عليه خالص. ليه يا جماعه؟ اي حد زملكاوي او هيفكر يشجع الزمالك لازم تعرف ان هيجيلك كل الامراض عشان تبقى فاهم وواعي. مش هيجيلك مرض واحد، كل الامراض وامراض ملهاش علاج. انا تعبان يا جدعان. ليه؟ طب انا مش عارف ادعم مين واسيب نفسي مين. انا مش عارف. طب يا جماعه اوصل صوتي ده لمين؟ اكلم مين؟ مش عارف برضه. انا مش عارف انا مع ولا ضد. انا بقيت ب50 وش، بقيت ب50 لون يا جدعان عشان ارضي الناس كلها. مش عارف ارضي حد. انا مش عارف ارضي نفسي. انا تعبت يا جماعه. هو كل يوم في كارثه في نادي الزمالك ليه؟ وكل يوم في خازوق. انا بقيت بنام بصحى عشان اعرف ايه بكره، في ايه المصيبه اللي جايه. ايه المصيبه اللي جايه؟ ايه يا جماعه؟
ايه يا جماعه، ما تحسوا بينا، ما تحس بينا يا عم الاهلاوي. ايوه يا عم، طالب الناس بتوعك يقفوا معانا. كابتن محمود الخطيب مثلا يجي يا عم يدعمنا في اي حاجه، يقف معانا في اي حاجه. عايزين نكسب يا جماعه ونطلع لفوق شويه، مش هينفع كده والله. ناس هتقول لي انت بتعيط ليه؟ انت في ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا ما هات لي بطولات طب واكسب، وانا مش هعيط ولا اعمل اي حاجه ولا هتكلم في اي حاجه. انا يا عم على الفيسبوك اهوت يا عمي، ولا اعيط ولا مش عارف اعمل ايه. ليه؟ ليه دايما الاهلاوي هو اللي بيكسب، هو اللي مبسوط، هو اللي بيبص للحاجه بتجيله؟ عارف لو زعل مره واحده قصادها 20 مره يفرح. لكن احنا مفيش مشكله. انت عيطت النهارده، انا بكلم نفسي يا جدعان. الناس تجمع، الناس تجمع يا جدعان، عشان جوايا حاجات رهيبه لازم اقولها. الناس كلها تجمع. مشكلتي دي تتحل يا جماعه. حل المشجع الزملكاوي خلاص بقى في الحديد. يا عم الاهلاوي ما تحفلش علينا شويه، اهدى علينا. مش كل يوم لما ما في نسيبه في نادي الزمالك تطلع تعايرني وتقعد تضحك عليا. اديني فرصه يا جماعه افرح. انا ما بلحقش اضيع الحزن اللي جوايا. انا عايز ابتدي افرح، مش عارف افرح يا جماعه. بجد انا جات لي حاجات، انا بقول لكم انا اتجننت، انا بقيت بكلم نفسي والله العظيم. بقيت بمشي اكلم نفسي في الشارع، مش عارف في ايه. احنا في بلد المنطق والقانون، احنا في مصر يا جماعه، بلد الحضاره. ما ينفعش كده، ما ينفعش الزملكاوي يبقى حالته كده كل يوم عمال يعيط، كل يوم مش عارف في ايه يا جماعه. والله العظيم انا ما عارف انا مع مين ولا ضد مين. انا بقيت بصحى كل يوم علشان حاجه واحده، ايه الخازوق اللي جاي النهارده؟ ايه المصيبه اللي جايه علينا النهارده؟ هو انتوا راضيين بكده يا جماعه؟ هو ده يرضي ربنا؟ في ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ والله العظيم حرام. لا، صوتها يوصل، صوتها يوصل لكل الناس. انا ضايع يا جدعان بسبب الزمالك، دي الحقيقه اللي محدش قادر يقولها. ونادي الاهلي عارف ازاي بيكسب. نادي الاهلي ادارته ناجحه، عارفه ازاي تحافظ على اللعيبه والاداره والفلوس وكل حاجه. عمال تعيب فيهم، يا ريتك نصهم، يا ريتك زيهم يالا. لكن لا، احنا شويه هنا بنهوهو وشويه هنا بنهوهو وشويه هناك بنهوهو وكلنا عمالين نهوهو. لكن هم منظومه ناجحه، عارفين ازاي بيكسبوا وبيفرحوا جمهورهم. لكن احنا لا، احنا ملناش، اكننا ملناش وجود في اي حته. احنا مش مهم يا جماعه. لا انا مش مهم الزملكاوي يبسط ولا يضحك ولا يتفرح. النهارده زعلان وبكره مخنوق وبعض وفي حاجات. ايه يا جماعه؟ لحد امتى هنوصل لكده؟ قولوا لي. والله العظيم بقيت بكلم نفسي، والله العظيم ما بقيتش قادر. انا مش عايز اخلص اللايف، انا عايز افضل شغال على طول لحد اما حد يسمع صوتي. حد يقول لي تعالى يا ابني انت محتاج ايه يا ابني؟ اقول له محتاج الزمالك يرجع زي الاول، محتاج الزمالك يكسب. طيب يكسب، الزمالك ينافس. مش كده خالص يا جماعه. ايه ده؟ امبارح مش عارف الصفقه ما تمتش، 1.5 مليار، غرامات. مين مشي؟ مين جه؟ انت مع مين؟ انا ضد مين؟ انا مش عارف انا ايه. انا مش عارف. احنا كلنا بقينا مختلفين، كل جمهور الزمالك كله في ناحيه مختلفه. ليه يا عمي؟ يا جدعان اللي بتشجعوا الاهلي، يا جدعان يا مسؤولين يا الاعلاميين بتوع الاهلي، اقفوا مع الزملكاويه، اقفوا مع المشجعين. احنا طيب، احنا ما بنكسبش حاجه غير وجع القلب والامراض. اقفوا معانا، بوس ايديكم. احنا ما بنتبلاش على حاجه ولا على حد، احنا بنقول اللي احنا شايفينه وحاسينه. والله الناس تحس بينا. احنا النهارده يوم الجمعه، يوم مفترج، يعني حسوا بينا يا جدعان بعد اذنكم. مش عايز اصحى تاني على خوازيق ومشاكل، عايز بقى اشوف نادي الزمالك. مش هينفع الاهلاوي يفضل كل يوم يحفل عليا وانا مش عارف احفل عليه، مش عارف اعمل، مش عارف ارد عليه اصلا. عنده قفشه ومش عارف ايه، وافريقيا وكاس مصر والسوبر، وايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ واحنا ايه؟ احنا نطلع عادي، احنا نعيط عادي، ودلوقتي يطلعوا يشتموا فيا ويغلطوا فيا. ليه؟ عشان متضايق. ادعم يا موحى الفريق. حاضر،
ادعم يا موحى، ده انا قعدت ادعم لحد اما عايز حد يدعمني. انت فاهم؟ انا عايز حد يعالجني يا جدعان. انا عايز اتعالج مش عارف اتعالج. اروح اقول للدكتور ايه؟ الزمالك بيخسر عالجني؟ انا مش عارف حد يشخص لي حالتي. حد يشخص لي حالتي، انا زملكاوي، حد يشخص لي حالتي. اعمل ايه؟ اعمل ايه في الاهلاوي اللي كل يوم يحفل عليا وانا مش قادر احفل عليه ولا قادر اعمل حاجه عشان بشجع نادي الزمالك؟ خلاص بعد كده نشجع الزمالك، نجيب معانا المسكنات ونجيب معاه الادويه اللي هي مش عارف ايه هي، عشان نقدر نستحمل، عشان نقدر نعيش ونتنفس وسط الناس. انا عارف الناس مش هتحاسب ومش هتوصل اللايف دوت، محدش هيبص اكنكم ما شفتوش اللايف عشان انا تعبان. انا عارف الناس طبعا على اللايف ده هتعمل بلاغات قد كده عشان الواد ده لو صوته وصل هيفضحنا، لازم الواد ده صوته يتكتم، ده مبين ان الاهلاويه جامدين والاهلاويه فعلا ناجحين. لا، الواد دوت لازم اللايف ولازم شغله يتهدم وصوته ما يوصلش، ولا عشان يقول كلمه الحق. يالا ايوه يا عم، نادي الاهلي نجح عننا، الخطيب نجح عننا، منظمين عننا، حتى الجمهور بتاعهم، حتى السوشيال ميديا بتاعتهم منظمه، عارفه ماشيه ازاي مع بعض. لكن احنا شويه بنهوهو هنا وشويه بنهوهو هنا، وهو ونو نو 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 والسلام عليكم وعليكم السلام. ليه؟ انتوا كده مش مبسوطين؟ انتوا كده بتعرفوا تناموا؟ ما كفايه التهوهو وتنونو، كفايه. خلاص يا جدعان، خلاص انا زمن الانبساط خلاص راح. انا بجد بقيت عايش ومش عايش، مفيش اي حاجه تاني. اقعد تضحك وهزر وتتريق عليا من هنا للصبح، من حقك. هي دي كانت رسالتي. هتقول الزمالك يا جدعان، الزمالك اللي احنا كنا عارفينه، الزمالك اللي احنا كنا فاهمينه. الزمالك طب يكسبوه يا جماعه، يعني مثلا الاهلي يكسب مثلا بطولتين افريقيا واحنا ادينا بطوله، ياخد مثلا دوري واحنا دوري، مش كده يا جدعان. حتى ادونا فلوس، طب ابعتوا لنا دعم طب من النادي الاهلي. هو احنا ده انا اخويا ده ممكن يبقى اهلاوي وصاحبي وصديقي، انا مش من بلاد تانية يا جدعان. اقول لك على حاجه اخدم بيها اللايف دوت، يا بختك يا اهلاوي، حرفيا يا بختك. اداره عارفه بتعمل ايه، اداره ناجحه، اداره مستقيمه، اداره بتعرف تفرح جمهورها. سوشيال ميديا الاهلي انا بقول لك اهو منظمه ناجحه، مش زينا بنهوهو ونونو، على الاقل كلمتهم واحده وعارفين رايحين فين. لكن احنا بص عاملين نلف حوالين نفسنا كده، ولا عارفين احنا مع مين ولا ضد مين، ومين الصح ومين الغلط. ما مش مهم تعرف، المهم حاجه واحده، انك تعرف الخازوق بيجي لك منين. انا عايز اتعالج مش عارف اتعالج ازاي بسبب اللي بيحصل في الزمالك. بس لو انت راضي اللي بيحصل في الزمالك ما عنديش مشكله. بعد اذنكم يا جماعه، عايزين صوته يوصل لكل الناس وكل المسؤولين ولكل حد. رجعوا الزمالك، خلوا الزمالك يكسب، خلوا في استقرار. انا تعبت نفسيا، ودي شهاده حق. اداره نادي الاهلي محافظه وناجحه بكابتن محمود الخطيب، واللي مش عاجبه يشرب من الخراره، اللي مش عاجبه يشرب من الخراره. لحد دلوقتي الخطيب ناجح غصب عن اي حد. نادي الاهلي بيكسب بالبطولات ومحافظ على فريقه، وعارف ازاي ماشي على خط سير واحد، ما بيروحوش يمين ولا شمال. ولو زعلوا النهارده بكره بيفرحوا الجمهور، صح ولا غلط؟ لكن احنا مش مهم، احنا مش موجودين. طبعا الكلام ده هيوجع ناس كتير، ده موحى كشف الحقيقه اللي الزملكاوي مش قادر يعترف بيها لحد دلوقتي. الحقيقه لازم يا جماعه توصلوا صوتي ده لكل الناس، صوتي لازم يوصل المره دي غير كل مره. المره دي انا خلاص فاضل لي تكه واحده وخلاص تيشيرت الزمالك مش هلبسه تاني. هشوف على اي اروح ابص اعمل اي حاجه بنفسي. ده خلاص الحاجه اللي كانت بسطاني ما بقتش بسطاني. خلاص اهلي 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 اهلي.
انا هقفل يا جماعه عشان تعبت، عشان ممكن اخاطرك بالكلام. كفايه لحد كده.